بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول ما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرف الله عز وجل هذه الأمة المرحومة كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة، بجملة هدايا ونعم. من هذه النعم نعمة الصيام، هذا الشهر العظيم الذي يصومه المسلمون في جميع بقاع الأرض، وهم يستثمرون أيامه ولياليه. فرمضان شهر الاستثمار، ولكن شهر الاستثمار في الطاعات، شهر الاستثمار في الباقيات الصالحات، شهر الاستثمار في كسب الحسنات. هذا الشهر العظيم نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فمن مات ولم يكتب له الله عز وجل البقاء، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. آمين. كان أحد الحكماء يقول: نحن الضيوف، لأن رمضان منذ السنة الثانية من الهجرة النبوية حينما فرض على الأمة سيظل كذلك إلى أن تقوم الساعة. ولكن البشر هناك منهم الأحياء وهناك منهم الأموات، هناك من قدر الله عز وجل أن يصوم الشهر كاملا، هناك من يصوم بعض الأيام، هناك من صام العام الماضي ومات هذه السنة ولم يحضر ولم يشهد هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يرحم، ومنهم من مات عشية نعم رمضان. عشية رمضان. نسأل الله أن يرحم الأموات وأن يحفظنا جميعا وأن يوفقنا لاستثمار هذا الشهر. نستثمر أيامه صياما ونستثمر لياليه قياما. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وآيات وأحاديث أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الشهر شهر الاستثمار في الباقيات الصالحات. نجتهد جميعا في استثمار هذا الشهر في أيامه وفي لياليه، والتوفيق من عند الله عز وجل.